متوقع ان الفيلم ده اصلا ينجح ولا حتى كيانو ريفز نفسه. جون ويك كان مشروع صغير معمول بميزانية قليلة مقارنة بأي فيلم أكشن كبير، حتى الاسم الأول اللي كان على السيناريو ما كانش جون ويك، كان اسمه سكور. لكن كيانو كان بينسى الاسم طول الوقت، وكل ما حد يسأله عن الفيلم يقول فيلم جون ويك، وفي الآخر المنتجين نفسهم قرروا يغيروا الاسم بسبب كيانو ريفز، وكان القدر بيجهز للأسطورة من بدري. لكن ليه أصلا كيانو دخل الفيلم ده؟ السبب بسيط، كان في فترة حياته اللي ملهاش أي بريق الراجل بعد ذا ماتريكس اختفى شوية، ومعظم أفلامه ما كانتش بتكسر الدنيا لحد ما جاله السيناريو بتاع جون ويك. لأن السيناريو كله شغف وقدراته الحقيقية على التمثيل من غير مبالغة، بطل ساكت هادي وملامحه كلها فيها حزن، الدور كان مناسب له بشكل غريب. نيجي بقى لصناع الفيلم، ودي أهم نقطة، اللي عملوا إخراج جون ويك في الجزء الأول هما تشاد ساهلسكي وديفيد ليتش، والاتنين دول كانوا ممثلين بدالة، يعني شغلهم الأصلي كان دوبليرز ومصممين حركات، وده اللي خلى الأكشن مختلف، بدل ما يبقى الأكشن مجرد ضرب نار وخلاص، لأ بقى أكشن عبارة عن رقصة، حركة محسوبة وقت المحسوب، طلقة ليها معنى وضربة ليها وزن. هما الاتنين كانوا بيشتغلوا قبل كده دوبليرز لنجوم كبار اهمهم كيانو ريفز في فيلم ذا ماتريكس، عشان كده اول ما كيانو قال لهم انه عايز يعمل فيلم اكشن نضيف، اكشن مفهوش كاميرا بتهرب او مشاهد متقطعه، وافقوا فورا. وهنا بدأ بناء اسطورة جون ويك. الفيلم الاول كان بسيط، راجل خارج من عالم الاجرام عايش في هدوء بيحاول يعيش حياة طبيعية بعد موت مراته اللي سابت له كلب صغير، اخر حاجة حلوة في حياته. في الوقت اللي هو بيحاول يتنفس فيه بيدخل عليه ابن واحد مافيا بيضربه وبيسرق عربيته وبيقتل الكلب. اللحظة دي هي الشرارة اللي ولعت كل حاجة، بس الصدمة ان الجمهور ساعتها ما كانش متحمس للانتقام بس، لا المتعة كلها كانت في العالم اللي ظهر فجأة، عملة دهب، كونتيننتال، قواعد، قتلة محترفين، وكل ده من غير من الفيلم يشرح بالتفصيل. وهنا نقف شوية لان دي اللحظة اللي السلسلة كلها اتبنت عليها. منتجي جون ويك لاحظوا ان الجمهور اتشد للعالم نفسه اكتر من الاكشن، الناس اللي عايزة تعرف ايه هو الكونتيننتال، مين اللي بيحكم العالم ده، ليه في قواعد واضحة للدرجة ان القتلة يحترموا كأنهم دستور. ومن هنا اتخذ القرار